تخيل نفسك في فندق على شكل باخرة واقفة على البحر في قلب جناين المنتزه وقدامك بحر اسكندرية. يا جماعه المكان ده اكتر مكان كان نفسي اشوف اسكندريه منه. وانا بكتشف فنادق اسكندرية لقيت جوه المنتزه 4 فنادق لريكسوس شغالين دلوقتي، وكل واحد فيهم ليه شخصية وروح مختلفة: كباين فؤاد، كليوباترا فورست، نريمان، وقصر السلاملك. فتعالوا افرجكم عليهم وهنبدأ من فندق نريمان. المبنى متقسم لجزئين: نريمان 1 ونريمان 2، بتصميم مودرن، خطوط بسيطة، مساحات ازاز كتير تفتح لك الرؤية على البحر والجناين، ومعمول على شكل باخرة فخمة وكأنها راسية وسط الغابة الملكية. من اول ما تدخل الريسبشن هتحس بالفخامة العصرية، والغرف هنا كلها متوزعة على 6 ادوار، وبتشوف يا اما بحر يا اما الجنينة الملكية، وفي بول خطير، يعني فعلا تجربة كاملة جوه المنتزه نفسها. اللي بيميز نريمان عن اي فندق تاني في اسكندرية انه مش مجرد اقامة، هو امتداد لروح المكان اللي اصلا كان للملوك، بالذات لوجود شاطئ عايدة اللي رجع يشتغل تاني، غير ان بيبقى ليك اكسس لكل خدمات الفنادق التانية. فلو هتبدأ رحلة اكتشاف فنادق المنتزه، نريمان لازم يبقى اول محطة. واستنوني عشان الفندق اللي جاي استثنائي. يعني هنا كان قاعد الملك فاروق، الكرسي ده قاعد الملك